قرعة كأس العالم تقام وفق شروط محددة وقواعد مضبوطة تضمن تكافؤ الفرص بين المنتخبات 32 حسب تصنيف كل منتخب ووفقا للقارة التي ينتمي إليها. نتابع كيفية إجراء قرعة المونديال في تقرير وسام الذهبي من غرفة الأخبار. قرعة كأس العالم ستعرف وكما هو معلوم حضور 32 منتخبا ستوزع على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات. الاتحاد الدولي لكرة القدم وزع المنتخبات المؤهلة إلى 4 مستويات، وذلك حسب التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهر أكتوبر الماضي، وعليه فإن التصنيف الأول يضم روسيا البلد المضيف إلى جانب 7 منتخبات أخرى أبرزها ألمانيا حاملة اللقب، البرازيل والأرجنتين. أما التصنيف الثاني فبدوره يضم منتخبات قوية لعل أبرزها المنتخب الإسباني بطل نسخة 2010 إلى جانب المنتخب الإنجليزي. وفيما يتعلق بالمستوى الثالث فيضم منتخبين عربيين هما تونس ومصر، نفس الشيء بالنسبة للمستوى الرابع الذي يضم المغرب والسعودية. وكما هو معلوم يتم سحب منتخب من كل مستوى وتوزيعها على المجموعات ال8، لكن هناك قاعدتان أساسيتان يجب احترامهما، أولهما عدم وقوع منتخبين من نفس المستوى في مجموعة واحدة، وثانيهما عدم وقوع منتخبين من نفس القارة في المجموعة ذاتها، باستثناء قارة أوروبا حيث يسمح بوجود منتخبين كحد أقصى في نفس المجموعة، ما يعني بأننا سنعاين 5 مجموعات تضم منتخبين أوروبيين. وبالتالي فإن البرازيل يمكنها الوقوع في مجموعة تضم ألمانيا على سبيل المثال، لأن كلاهما مصنف في المستوى الأول، كما لا يمكن وقوع منتخب البرازيل مع منتخب الأوروغواي في نفس المجموعة لأنهما ينتميان لنفس القارة. لكن في المقابل قد يتواجد مثلا المنتخب الإسباني في نفس المجموعة مع المنتخب الفرنسي لأنهما منتخبان أوروبيان ولا يتواجدان في نفس المستوى. الرباعي العربي المتأهل للمونديال كانت البصمة التدريبية العربية حاضرة فيه باسم نبيل معلول كمدرب لمنتخب تونس. أما منتخبات المغرب ومصر والسعودية فكان للأسماء الأجنبية جانب كبير في صناعة تأهلها. أبرز ما صنعه مدربو المنتخبات العربية في التصفيات التأهيلية في سياق التقرير التالي. التأهل إلى المونديال ينسب جزء منه إلى المدرب ويكتب باسمه. المدرب رونار ثبت اسمه في ذاكرة الكرة المغربية وصنع رفقة أسود الأطلس ما غاب عنهم لمدة عقدين. بدأ من الصفر، لكن أرقامه مع المنتخب المغربي تسارعت وتجاوزت كل التوقعات بعد أن عمل على تطوير المنتخب بالتدرج متكئا على أسماء لها وزنها في أوروبا. أعاد للأسود شخصيتها ونال رفقة المغرب صفة المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل أهدافا في تصفيات كأس العالم خلال 6 مباريات كسابقة عالمية. بالاتجاه إلى تونس ارتبطت عودة نسور قرطاج بتواجد نبيل معلول مدربا للمنتخب الذي عاد بتونس إلى المونديال بعد غيابها عن نسختين صادف فيها المنتخب التونسي منعرجات كادت تعصف بالحلم، لكن المدرب نبيل معلول تجاوزها وكان له الدور البارز في إعادة صياغة التأهل في أكثر من مباراة، وقد يكون معلول في مونديال روسيا الحاملة لصفة المدرب العربي الوحيد هناك. إذا اتجهنا إلى مصر نجد أن المدرب هيكتور كوبر أو المدرب المنحوس في النهائيات قد صنع لنفسه اسما مع الفراعنة بعد أن أعادهم إلى المونديال بعد غياب دام أكثر من ربع قرن. كوبر تجاوز ترشيحات الكثيرين لغانا في مجموعة مصر بواقعيته وتصعيده للعديد من اللاعبين الشباب بضمهم إلى المنتخب مع تحسينه للجانب الدفاعي لمنتخب مصر، فكان الإنجاز موافقا للتمنيات. أما تأهل المنتخب السعودي للمونديال فبني على فلسفة هولندية قادها المدرب فان مارفيك الذي هندس أسباب نجاحه على عامل الاستقرار، وأصبح المنتخب السعودي في عهده يملك نجاعة هجومية ملفتة. وظهرت محاسن مارفيك في قراءته الجيدة لمنافسيه في شوط المدربين. عثرات المنتخب السعودي أمام أستراليا والإمارات تجاوزها مارفيك بحنكته. المغرب، تونس، مصر، السعودية، لكل مدرب من تأهلها نصيب إلا مارفيك
أنجز الأهم وسيغيب عن المهم بعد مغادرته للمنتخب السعودي.